عليكم، نهاركم زين. اليوم جيتكم بطريقة تحضير شخشوخة الفطير المسمن بمرقة حمراء. كنت حضرتها ليلة النصف من رمضان البارح. نروح لطريقة التحضير بالتفاصيل بسم الله، وحضرتها بطريقة جديدة. نروح لطريقة التحضير بسم الله. نحتاج للعجينة 3 كيلات سميد متوسط، قرصة صغيرة خميرة عفوا تاع كسرة، ملح. نحطوا الماء تاعنا الدافي ونلموا العجينه، نعجنوها مليح، نتحصلوا العجينه نعجنوها مليح، من بعد نرخفوها بشويه. نشكلوا العجينه تاعنا على شكل كريات ونحطهم يرتاحوا مده نصف ساعه او اكثر لمده ساعتين. نروح لطريقه تحضير لاصوص تاعنا بسم الله. نحتاجوا بصل مرابي، ثوم مرابي، طماطم مصبره، طماطم حب، دجاج، زيت، ملح. نقليوهم مليح مليح مليح. بعد ما نقليوهم نمرقوهم، نضيفوا لهم حمص، زروديه، نضيفوا لهم عكري، راس الحانوت، شويه قرفه، شويه فلفل اسود، ونخلوها تطيب على نار متوسطه. كل ما تنشف نمرقوها شويه بماء سخون، ونضيفوا لها الخضره اللي تبقيت وش حابه تستعملي. هنا بعد ما ينشف لاصوص تاعنا يكون حضر، نروح لطريقة تحضير المسمن تاعنا. بعد ما المسمن تاعنا يبقى يرتاح، نحلوه بالزيت على شكل ورقة رهيفة. من بعد نجيبو طاجين تاعنا تاع الحديد ونطيبوا الورقة ديك، نضيفوا لها الزيت، نرشوها بالزيت ونطيبوها. من بعد كي نكملوا نطيبوا الاوراق تاعنا، نديروهم على شكل نرولوهم كيما موضح في الصورة، ونقطعوهم. بعد ما نقطعوهم هنا نحطوهم في صحن، ونجيبوا المرق تاعنا بعد ما يخثر ونسقيو بيه الشخشوخة. ما بقى لي غير نقولكم بون ابيتي، ما تنسوناش